أهلا بكم يا أبطال يا مواليد برج الجوزاء. أهلا بكم في توقعات شهر يوليو 2026. مولود برج الجوزاء في شهر يوليو ستجد نفسك في قمة نشاطك. وجود المريخ في برجك سيدفعك للأمام بسرعة قد تخيف الآخرين، بينما قد يتباطأ البعض خلال الصيف. ستشعر برغبة عارمة في الاكتشاف والتخطيط والسفر والتعرف على ناس جدد. حتى 8 يوليو يمنحك اقتران الزهرة جاذبية وسلاسة وقدرة على سحر من حولك دون عناء. ابتداء من 9 يوليو يتغير الجو، تدخل الزهرة في وضعية التربيع وتزيل النظارة الوردية. فجأة ستبدأ برؤية الناس على حقيقتهم. أنت شخص حازم ومصر على إدارة أموالك بحكمة، لا تتردد في مواجهة بعض التحديات هذا الشهر. يعزز المريخ وأورانوس قدرتك على التجدد والانطلاق من جديد. سيحدد وجود الشمس وعطارد في برج السرطان هدفا ماليا لك بحلول 22 من الشهر. ستكون طموحاتك واضحة بشكل مفاجئ. ستبدأ حياتك المثالية بالتبلور تدريجيا. سيساعدك بلوتو أيضا في وضع فلكي مريح ابتداء من 23. يمكن أن يسهل وجود المشتري في برج الأسد بتناغم مع الشمس انتقالك، ويقرب علاقاتك ويمنحك طاقة إيجابية. ستكون في حالة ذهنية ممتازة. ستبدأ علاقات عاطفية محسنة وجيدة جدا. بالنسبة للجانب العاطفي، سيشعل كوكب المريخ وأورانوس شغف وإبداع كبيرين في سلوكك العاطفي. سيكون الحب من أكثر جوانب الشهر حيوية. وجود الزهرة في وضعية التسديس سيجعلك شخصا لا يمكن تجاهله. حتى 8 من الشهر ستكون على وفاق تام مع شريكك. ستهيئ لك حساسيتك وموافقتك أجواء رائعة. على مولد الجوزاء غير المرتبطين الاستعداد لاهتمام متزايد. قد يبدأ أحدهم في جذب انتباهك بانفتاحه المذهل، وقد تشعر بالتسلية وقد تتفاجأ قليلا، لكنك بالتأكيد لن تشعر بالملل. سيشهد مواليد برج الجوزاء المرتبطين تحول مثيرا للاهتمام. سيبدأ شريكك برؤيتك من جديد كما كنت في بداية العلاقة. بالنسبة للجانب المهني، لن يكون الأداء هو سلاحك الأقوى بل عقلك. لن يكون العمل الشاق أو البقاء في المكتب لأطول فترة هو المعيار في بيئة العمل، لأن شهر يوليو يناسب الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات التفكير والتواصل والتأثير على من حولهم. وجود المريخ في برجك يمنحك القدرة على سرعة البديهة وربط المعلومات وإيجاد حلول حيث يرى الآخرون مشكلة. ستكون لك اليد العليا في المفاوضات والعروض التقديمية واجتماعات العمل. ستعزز طاقات برج السرطان طموحاتك المهنية. قد تصلك أخبار سارة في وقت مبكر من 23 يوليو، وسيمنحك المريخ وأورانوس زخما وأفكارا كافية لتولي أي منصب قيادي. بالنسبة للجانب المالي، بداية الشهر مواتية للإنفاق على نفسك. ابتداء من 9 يوليو سيحدث تغيير ملحوظ فجأة. ستستيقظ لديك روح التحليل المالي. ستبدأ بمقارنة الأسعار، وقد يكون الدخل الإضافي في اللحظات الأخيرة مكافأة رائعة، عرض عمل أو وظيفة بدوام جزئي أو مشروع لمرة واحدة أو تعاون مثير للاهتمام. بالنسبة للجانب العائلي، سيكون جو المنزل نابضا بالحياة بشكل غير معتاد في شهر يوليو. ستحتاجون إلى تجديد وتهوية المكان ومنح طاقة جديدة. سترغب في دعوة الزوار والجلوس مع الأصدقاء وتنظيم الحفلات. النصف الثاني من الشهر مناسب لإجراءات تغييرات في المساحة والديكور. يومك المحظوظ في شهر يوليو يا برج الجوزاء هو 2 من يوليو. قد يحمل لك لقاء مثيرا للاهتمام أو أخبارا سارة. يبدو شهر يوليو واعدا، فقط احرص على البقاء على تواصل مع الآخرين طوال الشهر سواء كانوا مقربين منك أم لا. قد لا يناسبك أسلوبك السريع في التعامل مع كل الأطراف، خاصة في الجزء الأول من الشهر. أحيانا لا تحتاج للبحث عن جميع الإجابات، يكفيك أن تثق بأن الحياة تقودك في الاتجاه الصحيح حتى وإن لم تتضح لك الصورة كاملة بعد. البرج الذي سيجلب لك السعادة هو برج الميزان. سيساعدك على التوازن والقدرة على رؤية الأمور من زوايا مختلفة. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج الجوزاء في شهر يوليو
2026. أتمنى لكم شهرا سعيدا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وممتع من قناتكم العالم الجميل. نايس وورلد، أشكركم وإلى اللقاء.